بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقات أحوال بلدنا. طبعا النهاردة أنا بيشرفني ويسعدني إني ألتقي بالأستاذ سعيد ماضي. طبعا أستاذ سعيد ماضي شخصية غنية عن التعريف، ولكن أنا حابب إن هو يعرف السادة المشاهدين بنفسه. سعيد ماضي مرشح إن شاء الله انتخابات نقابة التطبيقيين. كنت مدير مدرسة ثانوي ورئيس جمعية تنمية مجتمع وأمين تنظيم مركز أوسنا في حزب المحافظين، ومتقدم إن شاء الله لانتخابات النقابة أملا في تصحيح الأوضاع وتحسين ظروف كل من في النقابة. طبعا احنا سعيدين او سعداء بتواجدنا مع الاستاذ سعيد، ولكن طبعا يا استاذ سعيد انا حابب اسال حضرتك سؤال. طب ايه اللي خلى او ان حضرتك تاخد خطوه الترشح لانتخابات النقابه؟ انا خدت خطوه الترشح لان النقابه من افضل النقابات اللي موجوده في مصر. في الاصول لها اصول، تعتبر اقوى نقابه في الاصول اللي موجوده لها في جميع انحاء الجمهوريه، لكن الاصول اللي موجوده دي فيها مش مستغله. معنى كده انت حضرتك شايف ان الساده اعضاء النقابه الموجوده حاليا مش واخدين حقهم؟ نعم، اعضاء النقابه في حقوق لهم كتيره ضايعه، بالنسبه للخدمات، بالنسبه للشركات اللي بياخدوها، بالنسبه لنهايه الخدمه بتاعتهم ما بياخدش ولا جنيه وهو خارج في نهايه الخدمه. حلو قوي كده. انت كده هتدخلنا، انا عاوز اعرف او اعرف الساده المشاهدين ايه البرنامج الانتخابي اللي حضرتك ناوي تقدمه لاعضاء نقابه التطبيقيين بعد ان شاء الله ما يتم سيادتك نجاحك وتبقى النقيب العام للتطبيقيين على مستوى الجمهوريه. ان شاء الله بالنسبه للنقابه انا عندي هدف ان احنا يبقى سيستم للجميع، مش في شخص انا. النقابه كلها تبقى ترس متكامل، كل واحد يبقى عارف دوره وعارف مكانه ويقدر يخدم من خلاله. اعضاء النقابه دول موجودين في جميع المهن على مستوى الجمهوريه، جميع المهن موجوده، يعني النقابه الوحيده اللي فيها جميع المهن ممكن نستفاد من الاعضاء بتوعها في حاله وجودهم وفي حاله خروجهم على المعاش. لكن كل الاحوال بتاعتهم كل حالاتهم مهضومه، لحقه بيوصل لحقه في صحه، لحقه في معاش، لحقه في حياه بالنسبه كريمه. النقابه الوحيده دي اللي تقدر تنهض باعضائها بعيد عن الدوله. طيب انا عاوز ارجع لحضرتك. حضرتك ذكرت لي الصحه. نعم. ايه اللي ممكن حضرتك تقدمه كنقيب عام للتطبيقيين علشان خاطر خدمه اعضاء النقابه الصحيه؟ المفروض النقابه يبقى كل انحاء الجمهوريه، يبقى حتى لو على الاقل لها فرع او لها مستشفى خاصه او لها جزء تاميني تبع المحافظه اللي فيها العضو. مش عاوز اقول المركز. النقابه تقدر تعمل لكل خدمات في المراكز كمان من خلال الموارد بتاعتها، لكن الحاجات دي مهمله. الجمعيات العموميه اللي بتنعمل على الورق، مفيش اشخاص بتعرف حاجه عنها نهائي. مفيش في تعتيم في النقابه عن كل حاجه. النقابات المفروض بتبقى حاجات معلنه، اجتماعات معلنه، واعضائها بيشاركوا فيها برايهم، بيشاركوا فيها باعمالهم، بيشاركوا فيها بمواردهم ويستفادوا منها. طيب برضه انا عايز ارجع برضه طبعا النقاب دي طبعا لازم بامر الله لما تبقى سيادتك النقيب العام للتطبيقيين طبعا اكيد انت هتغير السيستم ده كله بحيث ان تكون انتخابات علنيه وكل الجمعيات دي معلنه. ولكن برضه انا عايز ارجع برضه معلش نقطه الخدمات اللي هتقدم من النقابه لاعضائها والناس اللي على المعاش. مثلا من نواحي، مثلا النواحي الترفيهيه، انا اسمع ان في نقابات بيكون لها شواطئ، بيكون لها شغل. هل فكر سيادتك من ناحيه الناحيه ديت الناس دي بتيجي في الصيف عايزه تخرج، ايه فكر سيادتك من ناحيه الشواطئ وتطويرها والكلام ده كله؟ بالنسبه للشواطئ، النقابه لها شواطئ كتيره جدا، لكن للاسف الشديد مهمله ومش شغاله بفكر سليم، فيها سوء تنظيم او سوء استغلال للموارد النقابه.
فان شاء الله يعني هدفنا ان احنا نرتقي بالخدمات بتاع النقابه بالنسبه للشواطئ، بالنسبه للمباني بتاع الشواطئ، بالنسبه للفرد يحس ان هو فعلا استفاد من نقابته. الفرد دلوقتي بيحس ان هو النقابه دلوقتي بتعتبر ان الشخص عال عليها، بيدي ممكن ده علشان خاطر ان النقابه مش قادره انها تستغل الموارد بتاعتها، علشان كده مفيش دخل، وبناء عليه المعاش اللي طالع للمواطن يعني النقابه. نعم، لا مش على النقابه. مفيش استغلال حسن للموارد الاساسيه بتاع النقابه، في سوء استخدام، فيه حاجات كتير اعضاء النقابه عارفينها كويس وكلهم بيئنوا من هذا الموضوع. كل اعضاء النقابه بتئن ان النقابه اصلا دلوقتي، انا عضو في النقابه ما استفدتش من النقابه بشيء. انت عندها عامل جمعيه وهي بتعمل على الورق، ما تعلنش عليها ليه؟ تاخد راي الناس والناس تشارك معاك في كل النواحي بتاعتك. اولا المشاركه دي هتخدمك كنقابه، هتخدم الافراد بتوعها. والله انت عندك فكر وتقدر تقعد في المكان وتدير الفكر ده وتستغله لصالح النقابه وتحسين اوضاع الاعضاء بتوعها، يبقى خير وتقعد. طب انت ما انتش قادر، اترك المكان لغيرك يجي يقدر يدير ويقدر يشتغل ويقدر يخدم اعضائه. الاعضاء دي محتاجه خدمات، محتاجه تحس ان هي موجوده، محتاجه ان هي يبقى لها كيان، محتاجه ان هي تظهر ومبقاش مهمشين. ليه النقابي بتاع التطبيقيين بيبقى زعلان يقول النقابي تطبيقيين، او مش عاوز يقول لانه ما بيتخدمش، مش عاوز يقول لانه بيحس ان هو عالة في المجتمع، او ان هو مش واخد حقه في المجتمع، او مش هو متسلط عليه الضوء، او مش هو ملوش كذا. طب هل حضرتك ليك رؤيه بالنسبه لمعاشات الخاصه بالتطبيقيين؟ يعني في امكانيه لتغيير المعاشات بتاعتهم ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله في رؤيه. دلوقتي النقابه بتدي 3 شهور، كل 3 شهور بيدوا تقريبا 340 جنيه، يدفع شهر وشهرين 3 يقول لك ده مفيش، او مرتين 3 مفيش. النقابه ما فيش موارد، لان النقابه فيها الموارد بتاعتها مش مستغله صح. لو استغلت صح العضو هيزيد الاشتراك بتاعه ان شاء الله، وهيزيد بزياده كبيره، وهيبقى ان شاء الله في تحسين في احوالهم. بالنسبه للاعضاء دي انا استفاد بهم بالنسبه للخدمات، واستفاد به كفرد يشتغل بدل ما يشتغل. طب ازاي استفيد بهم؟ نعم، استفيد به ان انا اشغله في النقابه نفسها، اعمل له اخلق له فرص عمل في النقابه. فرص عمل في النقابه دي انا اجيب له من خلال، انا عندي ناس بتحب الزراعه كويس، انا اخد من الدوله ارض واصلحها تبع النقابه، واعضاء النقابه اللي عاوز يستلم ارض زراعيه يستلم ويشتغل فيها. اخد اماكن تنبني واسلم شقق للي عاوز يستلم من اعضاء النقابه. هيبقى في تواصل ما بينك وبين وزاره الزراعه بحيث ان انت تاخد ارض. احنا نتواصل، احنا جزء في جمهوريه مصر العربيه، وجزء فعال. لازم احنا الدوله تستفاد منا ان احنا نشتغل فيها، والاعضاء بتاعنا تستفاد من النقابه بتاعتها. وفعلا لو تمكن استاذ سعيد فعلا ان هو يخلق لكل عضو في نقابه التطبيقيين قطعه ارض بحيث ان هو يزرعها، ده شيء جميل جدا. طب سعيد طبعا ده بالنسبه لي اتكلمنا عن الخدمات، اتكلمنا عن المعاشات. طب انا في اصول بتبقى تابعه لكافه النقابات. نعم. واكيد نقابه التطبيقيين لها اصول خاصه بيها. في امكانيه او في فكر اعاده هيكله وتدوير الاصول دي مره ثانيه بحيث يستفيد منها الاعضاء. ان شاء الله بالنسبه للاصول بتاع النقابه هي تعتبر اعلى اصول. انا من رايي الشخصي اعلى اصول في النقابات كلها. دي ناحيه. الناحيه الثانيه الموارد والاشخاص نفسهم ما دي ثروه. الشخص نفسه ده ثروه، لما استغله صح وشغله صح واديله المكان بتاعه واديله اجيب ناس مختصه في الاقتصاد تحركني في المسار السليم، ويبقى عندي اعمل الجمعيات العموميه تبقى معلنه والجميع كل الدنيا تشوفها وتعرف فكر النقابه ايه، وتعرف هدف النقابه ايه، وتعرف الاعضاء بتاع دول يشتغلوا ازاي ويستفادوا ازاي، ونبقى احنا نواه سليمه
في المجتمع، ما نبقاش اماكن مهمشه. معنى كده ان انت حضرتك ناوي بامر الله ان انت تخلي ان بامر الله ما تكون نقيب عام التطبيقيين، انتخابات ده تكون معلنه هتبقى واضحه، الجمعيه العموميه معروفه والناس كلها طيب معلش اهالي المده، انا سمعت معلش وانا بعد الاعداد مع حضرتك ان المده اللي تم اخبارك او ان انت الانتخابات كانت قليله كاعلانات وكدعايه، الكلام ده صح؟ نعم، ده اكيد في تعتيم على الانتخابات. انتخابات، هل يعقل الانتخابات تنعلن عنها وتنتهي في 15 يوم؟ طب ازاي هل يعقل؟ لا طبعا. هل يعقل ان مده الترشيح 5 ايام وتعمل نقد وتعمل لحد يعمل اعتراض او يعمل اي حاجه تقعد يبقى 10 ايام وفتره انتخابات؟ هل يعقل ان هو الجمعيات العموميه بيتعتم عليها وما يعرفش مين اعضائها ومين دايرها ومين كذا؟ هل يعقل ان النقابه بدل ما تقول لاعضائها وتعلن في الاماكن وفي المحافظات عن في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كان وماني، هل يعقل ان العضو بيقدم ما يعرفش البرنامج الانتخابي شغال ازاي؟ طبعا بالشكل ده انا مش عايز اقول ان طبعا 15 يوم على مستوى الجمهوريه شيء ما ينفعش. هم مش 15 يوم للاسف الشديد، هم بيعتبروا 5 ايام. ومدي الفرد 5 ايام. 5 ايام انت مش مديني برنامج انتخابي بتاعك ماشي ازاي؟ مش برنامج الاصول بتاعتك بتقول لي 1 2 3 في خطوات بتنعمل في التقديم، في كذا، في الرموز، في كل ده متعتم عليه. كل ده متعتم عليه. في النقابات محدش مانعين ان حد يدي اي حد اي بيان. ليه؟ انت المفروض العضو بتاعك تبقى كل المنشور بتاعك متعلق بره، لو انا دخلت على صفحتك الاقيه محافظه، لو دخلت على مقر النقابه الاقيه، دخلت كذا، مفيش اي حاجه اطلاقا. عشان تتصل بالنقيب او امين الصندوق او اي حد منهم موجود 50 مره وما متصلش، ممكن ما تعرفش توصل له. طب ليه؟ امال انت هتخدم اعضائك ازاي؟ طب خدماتك هتعلن ازاي؟ طب برنامجك الانتخابي هيتعمل ازاي؟ طب هتعرف مين اللي هيقدر يديك ومين اللي مش هيقدر يديك؟ مين اللي هيشتغل معاك في الانتخابات ومين اللي مش هيشتغل؟ مين اللي هيقدر يبقى له برنامج وماشي عليه ولا مين اللي ملوش؟